أعرق القلاع الحربية، وقد شهد على أحداث تاريخية خطيرة وثابت وراها قصص وحكايات. قلعة صلاح الدين الأيوبي صرح تاريخي مميز بالقاهرة. قلعة صلاح الدين الأيوبي اللي بناها المؤسس صلاح الدين. صلاح الدين هو مؤسس الدولة الأيوبية. صلاح الدين أسسها، واللي كمل القلعة السلطان الكامل ابن العادل. مهندس القلعة هو بهاء الدين كراكوش، وده المهندس العبقري لقلعة صلاح الدين. صلاح الدين لم يحكم من القلعة أو لم يدخل القلعة أو لم يفتتح القلعة رسميا. كل سنوات عمره كانت سنوات عمل وإنشاء في القلعة، ولم يستطع صلاح الدين أن يستخدم القلعة فيما بنيت له. طيب هنسأل نفسنا سؤال، هي ليه اتبنت القلعة؟ القلعة اتبنت علشان تكون مركز للحكم. هنسأل نفسنا سؤال تاني، هل استمرت القلعة في إن هي تكون مركز للحكم وحققت الهدف اللي اتعملت علشانه؟ طبعا. طيب ايه الدليل؟ الهدف اللي اتعملت علشان إن هي تكون مركز للحكم، وبالفعل كانت مركز للحكم في عهد كل من الأيوبيين والمماليك البحرية والمماليك البرجية والعثمانيين وكل ولاة الدولة العثمانية، حتى أسرة محمد علي ومحمد علي نفسه، حتى عهد الخديوي إسماعيل لما نقل مقر الحكم من القلعة لقصر عابدين. بنيت القلعة على جبل عالي أو على تبة عالية في التاريخ القديم والإسلام والحديث والمعاصر. ليه؟ علشان تحمي الدولة الأيوبية من أي هجوم مفاجئ. السبب الرئيسي وراء بناء القلعة هو البيئة اللي نشأ وترعرع فيها صلاح الدين. صلاح الدين نشأ وترعرع في بيئة كلها قلاع في سوريا ولبنان. حتى لما جه مصر مبناش قلعة واحدة بس، بنى قلعة تانية في طابة، قلعة صلاح الدين في طابة، قلعة في وسط سيناء. قلعة صلاح الدين من أهميتها إن هي شهدت على أحداث مهمة جدا ومحورية وأحداث فارقة في تاريخنا، زي مسبحة المماليك 1811 كانت عند باب اسمه باب العزب. الباب موجه لميدان صلاح الدين. هنا حصلت مسبحة المماليك لما محمد علي قتل وتخلص من المماليك. لو عايزين تعرفوا حكاية ميدان صلاح الدين عملت حلقة، هسيب لكم اللينك بتاعها. من الأهميات للقلعة المحتويات. القلعة مش بناء قلعة فقط، القلعة أرض أيوبية عليها آثار مملوكية وعثمانية وحديثة ومعاصرة. كل ده موجود في القلعة. عندنا 4 مساجد موجودين في القلعة. الجامع الأول هو جامع محمد علي، ده المنارة السياحية للسياح أول لما بيجوا لازم يروحوا يزوروه، هو الوجهة السياحية رقم 1 في الآثار الإسلامية. الجامع الثاني هو جامع سرية الجبل أو جامع سليمان باشا الخادم، ده من الآثار الموجودة والجوامع الموجودة داخل القلعة. الجامع الثالث هو جامع الناصر محمد ابن قلاوون. الجامع الرابع هو جامع أحمد كتخودة. كمان من المحتويات الخاصة بالقلعة المتاحف. عندنا المتحف الحربي ومتحف الشرطة ومتحف قصر المجوهرات. المتحف الحربي موجود وبعض المعدات الحربية. بناء القلعة نفسه غير المتاحف وغير المساجد اللي موجودة فيها بيتكون من أبراج وأبواب. الأبراج الموجودة في القلعة نوعين، عندي أبراج دائرية وأبراج مستطيلة. محتويات القلعة أبراج
أبواب، متاحف، مساجد. دي محتويات قلعة صلاح الدين الأيوبي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون المعلومة عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة وأصل الحكاية مع بسمة مختار.